صباح الفل على كل الزملاء الجمال. هنخش في الخطوه الثالثه اللي هي الانكفر الاوبورتيونيتي او انكفر النيد، ودي اللي مدوخانا كلنا، واللي يشوف الاوبورتيونيتي يقفش فيها. ومحدش يقول لي اربط الجرافات، انا لسه ما طلعتش المكتب، اما اطلع المكتب هبقى اربط الجرافات. حلو كده. طيب الانكفر النيد، طب ازاي ان انا هعرف النيد بتاعه الدكتور؟ بطريقه بسيطه، اسال. شفت؟ بص شفت الخطوه دي سهله ازاي؟ اسال. طيب بص يا فندم، قال لك ايه؟ قال لك ان الخطوه دي بينطبق عليها يعني ايه اللي هو ask insightful question. ويعني في الحته دي بص، في هنا مخ في اللقطه دي استخدمه، ما بلاش ان انت ما تستخدموش في الحته دي بالذات. استخدم المخ. ليه بقى؟ insightful question معناها سؤال ذكي. يعني ما تخشش لدكتور انف واذن وتقول له هو حضرتك بتشوف حالات ابر اسباب انفكشن؟ لا، يقول لك انا لو مكانه وانا الافيه عندي عالي شويه لا والله انا بعالج يورين تراكت انفكشن. انت بس هو نفس اليو، بس انت اتلخبطت. يعني هي هنا يو بتبدا بيو، هنا بيو، بس انت اتلخبطت، معلش احنا اسفين. فهي الفكره في كده، لازم يبقى الانسايتفول كويشن هو سؤال يوصلني للطريق. خد بالك ان المصريين او اي حد في العالم كله بتساله، ممكن تساله سؤال التاني التالت هيبقى بالنسبه له irritant. جربها مع اي حد وانت ماشي في الشارع كده، وهيقول له هو شارع مش عارف ايه فين، اقول لك اهو تعرف العماره الفلانيه؟ يقول لك لا والله ما اعرف. طب تعرف مش عارف مين؟ ابتدي هو نفسه. شوف انت ما فيش اي مشكله، بس يبتدي هو ما يبقاش مستريح. فهي الفكره ان انت لما تخش عايز تسال يبقى هم سؤالين محددين بالكتير، التالت ده اللي هو اخر سؤال. حلو كده. يبقى استخدم الجمجمه واستخدم مخك في السؤال، يبقى ذكي، وفي نفس الوقت يا فندم ايه؟ يبقى سؤالين بالكتير. طيب انا تعالى كده نقول كده اسئله انسايتفول. قال لك الاسئله او بنستخدم الاسئله بتاعتنا بتبقى حاجتين، اللي هي الاوبن كويشن والايه والاند كويشن. اللي هي ايه؟ الاوبن ده اللي هو ايه؟ انت عايز الدكتور يتكلم، بتشجع، بيقول لك انكورج البيرسون ان هو تو توك فريلي. زي الدكتور النفساني لما بيخش كده يروح منيم المريض على الشيزلونج ويقول له ايه؟ كلمني عن حياتك. هو ما سالوش عن ايه المشكله، هو بيساله عن حياته. كلمني عن حياتك، انا عايز افك الدنيا. طيب انا النهارده لو دخلت الاستاذ كبير وشغال على انتي بايوتيك وليكن، وفي حالات الابر اسباب تاكت انفكشن، دكتور انا يهمني جدا استفيد من خبره سعادتك، كل حضرتك استاذنا وكلنا بنتعلم من حضرتك. ايه الريجيم اللي حضرتك بتتبعه في حالات الابر اسباب تاكت انفكشن؟ سؤال فيري اوبن وبرود كويشن. هيقول لك ايه؟ والله بستخدم كذا وكذا وكذا، انتي بايوتيك انتي بايريتيك مش عارف ايه. طب دكتور ممكن بس يعني واستفيد من خبره سعادتك واعرف انهي كاتيجوري في الانتي بايوتيك بتستخدمه؟ فيرست كيفالوسبورين ولا يقول لك والله انا بستخدم كذا. شكرا، ما تزودش عن كده. حلو قوي، انت كده وصلت للكاتيجوري اللي هو بيستعمله. انت عندك بقى اجينست الكاتيجوري ده، ابدا اتكلم. انا النهارده يا دكتور ده اللي شجعني حضرتك استاذنا ان انا اتكلم عن البرودكت الفلاني اللي هو الاكتيف انجريدينت بتاعته اللي هو ينتمي للكاتيجوري الفلاني. يا سلام لو هو نفس الكاتيجوري، فاقول لحضرتك نفس الكاتيجوري اللي حضرتك بتستعمله. هنا انا عملت ايه؟ كلمت الدكتور وسالته بس اسئله اللي هي الخفيفه. فده اسمه ايه؟ اللي هو اسكينج انسايتفول كويشن، بيسموه الفانل، اللي هو اوبن كويشن وبعد كده ايه؟ الاند كويشن اللي هو بيس او نو. حلو كده. يبقى ده في اول حاجه، يبقى انا بسال، بس استعمل الله يكرمك المخ، عشان بلاش الدكتور ياخد فكره عنك وحشه، ان ما هو الراجل ده قاعد مش قاعد في مقله، ده قاعد في عياده، انت بتشوف حالات. يعني ايه بتشوف حالات دي؟ يعني الله يكرمك. قال لك الحاجه الاهم بقى من ده كله، ان الدكتور لما يتكلم يبقى في حاجه اسمها اكتيف ليسننج. وخد بالك من المفردات دي مهمه جدا. يعني ايه اكتيف ليسننج؟ يعني ايه؟ في حاجه اسمها الهيرنج اللي هو السمع، اللي هو انت المخ يعني بترسبوند للسمع يا احمق كده مش عارف ايه حاجات زي كده. لكن الليسننج هو بيقول لك ايه؟ اللي هو انت انتربريت بمعناها ايه؟ بتترجم الكلام. تعال اديك اكزامبل في التويفل مشهور جدا. يجي يقول لك ايه؟ هيشغل لك شديد كده كاس، يقول لك ايه؟ يو كيم. بص انا قلتش حاجه، انت هيقول لك في الاختيارات ايه؟ ان هو جه، ان هو ما كانش المفروض يجي، ان هو مش عارف. الكلمه دي يو كيم لما تسمعها انت جيت، يعني انت جيت، فيها اي حاجه تانية دي؟ لا، ده هي بتقول ايه؟ ان من المفترض ان الشخص ده ما كانش جاي، فالراجل التاني اتفاجئ بان هو جه في يو كيم. شفت؟ بص بتترجم التون. تمام كده. فيبقى دي الليسن. فقال لك يا باشا ايه؟ ان معظم الناس، ده ستيفن كوفي قال لك ان موست بيبول ايه بيعملوا ايه؟ بيليسن ان اوردر تو ريبلاي. يعني كل الناس او معظم الناس بيسمع عشان عايز يرد. تمام كده. not in order to understand. خد بالك بقى من الكلمه دي، ستيفن كوفي كلمه تحفه. قال لك ايه؟ انت قاعد النهارده الدكتور بيتكلم وانت عايز ترد عايز ارد كتفوا اربعه كتفوني يا جدعان، عايز ارد على الراجل، واخد بالك؟ لكن انت المفروض تبقى قاعد ريلاكس، تسمع الدكتور وتفهم الدكتور وتبتدي تاخد الكلام بتاعه وتانتربريت. يقول لك ايه؟ غالي ليه يا دكتور؟ ما اللي زيه مش عارف ب 50 ولا يا عم انت فهمت هو غالي على ايه؟ انت اصلا ممكن يكون الراجل ما اشتراش الفاليو اللي انت قدمتها له، فهو شايفه غالي.
او ان الدكتور دون عنده الكاتيجوري بتاع الناس ما بيقدروش يدفعوا الكلام ده، واخد بالك؟ او ان هو غالي بالنسبه للكاتيجوري بتاعه. فانت عندك اكتر من سيناريو، ما تخشش على طول في الدكتور ان اصل هو غالي، واخد بالك؟ لا، انت غالي بالنسبه لايه يا دكتور؟ يقول لك والله ما انا بستخدم الحاجه الفلانيه وهي تقريبا سعرها اقل ب 5 جنيه ب 10 جنيه. اه دكتور الحاجه الفلانيه دي فيها 1 2 3، انا عندي 1 2 3 4 5. تمام، هي دي الفكره. فاحنا كده هو ده الانكفر النيد او انكفر اوبورتيونيتي عن طريق اسكينج انسايتفول كويشن. شغل جمجمه الله يكرمك، وشغل ودانك مع المخ. الخطوه دي المخ فيها يشتغل اكتر من اي حاجه تانية. الخطوه دي هي اللي بتبني عليها كل اللي جاي في الكون، اللي هو تسمع الدكتور وتفهم ما وراء الكلام. تمام، صباحكم بيضحك، ادينا مكملين بسرعه في الكول عشان نخلص منها، وبالجزء الاكاديميك مع الجزء اللي انا بقول لك عليه برضو اللي هو ايه اللي في حياتنا كلنا اللي احنا بنسمعه. تمام كده، صباحكم بيضحك واشوفكم بخير كده على طول يا رب.